كنت حكيت لك في الفيديو اللي فات ان علاء الدين في القصه الاصليه كان شخص قذر وكسول، وكان فاشل لدرجه ان ابوه مات بقهرته عليه، وعلاء الدين وقع تحت وفضل محبوس جوه المغاره، لان عمه قبل ما يمشي جاب التراب السحري اللي كان معاه وحدفه على الباب واخفاه تاني. ولما حس ان خلاص نهايته قربت وان مفيش مجال للخروج، قرر ان هو يعمل ايديه الاتنين كده ويدعي لربنا. واللي حصل ان هو حك الخاتم اللي في ايده اللي عمه اداهوله بالغلط، وفجاه طلع له منه جني وقال له امرني عايزني احقق لك. علاء الدين بيتمنى ان هو يرجع للبيت، واول حاجه بيفكر فيها وهو هناك زي اي شاب ان هو عايز ياكل. فبيقول لامه تحضر له العشاء، ولكن بتقول له يا ابني احنا ما عندناش عشاء اصلا. فبيقول لامه خدي المصباح ده وروحي السوق بيعيه وهات لنا اكل. فامه لما بتاخد المصباح وبتبتدي انها تنضفه عشان تروح تبيعه، فجاه بيطلع لها منه جني، ده غير الجني اللي كان موجود في الخاتم، وهفهمك الفرق بعدين. الجني بيقول لها امري. فهنا علاء الدين كان اصلا اتعامل مع الجني اللي كان موجود في الخاتم اللي معاه، فهو فاهم الجني ده بيعمل ايه، فطلب منه ان هو يجيب لهم عشاء. فعلا جاب لهم عشاء موجود على اطباق فضيه وذهب، فاخدوا الاطباق ديت وباعوها وعاشوا بفلوسها كذا يوم. وبعد فتره علاء الدين وامه بيهاجروا وبيروحوا يعيشوا هناك في الصين، والمكان ده كان بيحكمه امبراطور عنده بنت جميله، وفي القصه الاصليه كان اسمها بدر البدور مش ياسمين. بينتشر بقى خبر بعدها ان الامبراطور خلى الحراس ينتشروا ويمنعوا اي حد ان هو يطلع من بيته النهارده، وده لان الاميره رايحه الحمام البلد يستحمى وهو عاوز يحافظ على الخصوصيه بتاعتها. فعلاء الدين لما بيسمع بالكلام ده بيبقى هيموت ويشوف الاميره، وفعلا بيقدر ان هو يتسلل ويروح على حمام الستات.